كان ليا واحد صاحبي زمان اسمه محسن التيس، كان بيمرن مركز شباب رزع النجف. كان دايما يقول لك اهم حاجه في الماتش الداخله، يا تخلي الفريق اللي قدامك يكش منك يا يطمع فيك. مش عارف كابتن تيس كان هيبقى رايه ايه في دخلات الالتراس. الله يرحمك يا شكل تاني. تعالوا بقى نبتدي كده بشويه اخبار جديده نوفي، اخبار حصر يعني، اللي هو يعني بيقول لك عاجل بقى والكلام اللي بالكوا فيه ده. شرطه مصر 25 واحد الالتراس دول خطفوهم. لا اصيبوا لا خطفوهم. عموما ان شاء الله ياخدوا اخلاء سبيل بعد ما الالتراس يعرضوهم على النيابه، بس واضح ان موضوع الالتراس ده باينه كبير يا جماعه، وعشان نعرف نعالجه لازم نشوف ناس فاهماه وتقدر تفهمه لنا. ايه بقى الالتراس دول؟ ايش الالتراس؟ ميليشيات يعني من مشجع يرتكب جريمه زيه زي الارهابي لا تقل عن الارهابي. مفيش نبي، مفيش رسول، مفيش قران، مفيش ربنا يا نهار اسوح. يعني تيجي تقول للولاد منهم ايه؟ ما تيجي نصلي الظهر. ايه؟ تصلي ايه؟ كمان بس ليه مش عايزين يصلوا مع شوبير مع انه ما بيغيبش في الصلاه يعني كل الهم ده عشان عاوزين يحضروا الماتش بس؟ لا طبعا اكيد في اهداف تانية للعيال دي. المخطط محكم تماما، الغاء الدراسه، تعطيل التعليم، وانكسار الشرطه بالنسبه لهم هدف. اكيد الداخليه هتنتقم منهم وتحط عليهم بقى. الداخليه بتعمل صفقات مع الالتراس. اوبا امنجيه، يعني كل الضرب ده شو بس حاجه كده زي ماكين بيعمل في اندرتيكر؟ ده خدوا سوبر سوفليكس ولا ابو راويه بتاع قناه الحلبه؟ لا بس برضو ادينا اماره انهم امنجيه. التراس النهارده بيتصدر القياده صراحه، وانا معجب بالشباب ده، انا حبيبهم. يبقى اكيد الالتراس دول ضد الاخوان. كلنا عمالين ندور في فلك الالتراس والاخوان. ايوه الالتراس والاخوان. يعني الالتراس دول ميليشيات وارهابيين وما بيروحوش يصلوا اخوان؟ طب مش يمكن الداخليه خايفه يكون بينهم مشجعين مندسين؟ يبقى احنا كلنا نقعد في البيت، واقفل السينمات، واقفل المسارح، واقفل المولات، والقطر يبقى من غير جمهور. القطر يا سلام على القطر ده بقى كله مندسين وبيندسوا في اي حته. ادوهم انت بس خرم ابره كده وهتلاقيهم مندسوا فيه. ما هو يا تحبسوهم يا تشوفوا لهم صرفه يا جدعان. لازم يتضربوا، لازم يتمدوا. يتمدوا ايه يا عم؟ ده انت ناقص كده تجيب لهم استدعاء ولي امر. بس من الواضح كده ان مصطفى تونس ما كانش قاعد لوحده. ما تيجوا بقى نسمع حلول لمشاكل الالتراس دي من لجنه الخبراء. انا بطالب الداخليه دلوقتي يحط كده ناس على البيبان في الاستادات يكشف على كل واحد داخل الاستاد، هل الراجل ده طبيعي داخل برشده؟ من 30,000 قبضت على 7، ما تقبض على 50 واحد تحلوا لهم شعورهم يبقوا زلبطه. في كلاب بوليسيه رهيبه موجوده جوه. انا متخيل لو جابوا 10 كلاب من دول كفايه عليهم. يلا هنروح نقول لمين بقى؟ اعلامنا. يا جماعه بنقول مجرمين وارهابيين. ايه اللي يخلي بتوع الكوره يتكلموا من اصله؟ انا عايز اتكلم مع وزير الداخليه، هاتولي وزير الداخليه على التليفون. انا مش هقفل الحلقه دي الا لما تجيبولي وزير الداخليه. محمد ابراهيم على التليفون يا كابتن. في ايه يا ابني؟ هو انا اجيب سيره النفر من دولي تقوم جايبهولي على الخط كده؟ الراجل على الخط يا كابتن. اقول له ايه؟ اقول له خرج ازاي بس؟ هو مكلمك على الانتركم؟ كابتن بكر ازيك؟ اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ انا زي ما تقول كده اسف ان تعبت حضرتك يعني وعطلتك في الوقت الصعب ده. لا ازاي، ده انا تحت امرك. يا سلام على الادب والتواضع. امال ايه بس اللي بيتقال عليكوا ده؟ دي كلها اكاذيب اعلاميه يا كابتن. احنا طول عمرنا في منتهى التواضع، والنهارده احنا قدرناهم واحترمناهم وعشان كده انتصرنا عليهم. هو انتوا انتصرتوا؟ هو لسه الموضوع ده مخلصش طبعا، ولسه هنروح عندهم، بس لحد دلوقتي الدنيا ماشيه زي ما احنا عاوزين. جنود مجهولين والله، ربنا يحفظكم. ايه التوجيهات ان شاء الله؟ ناويين تجيبوهم كلهم؟ نجيب مين؟ لا طبعا احنا هنخلص هناك. مش حرام يا كابتن؟ مش المفروض نحافظ على مستقبلهم؟ انا نفسي احقق مجد قبل ما امشي. انا كمان عاوز اخوض تجربه جديده، والريس متفهم ده. الريس عدلي؟ لا، الريس كمال. كمال مين؟ قال لي انهم مش هيعرضوا الانتقال لو جالي عرض مناسب من ملجا.
مين معايا؟ محمد ابراهيم بتاع الزمالك. انت فاكرني مين؟ امال بتتكلم عن الالتراس ليه؟ انا جبت سيرة الالتراس؟ انا بتكلم عن فرقة انجولا. شكرا يا كابتن محمد، وبالتوفيق في الماتشات اللي جاية. منك لله يا نصر، نشفت دم على الفاضي. الحق اخلع عنها بقى قبل ما يتكلم بجد. شكل تاني